تعود إلى المكان الذي أتيت منه. خلاص انتهى مشوارك، انتهى حضورك وانتهى تواجدك. يستعد منذ الآن لتخزين الكثير من الذكريات، لكنه كان شجاعا، لم يخاف في ليلة الختام، لم يخاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بالمتابعين الجدد يلي عم يسأل وين صاير شو عم يصير. انطلقت إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بمشيئة الله من 3 أيام من ألمانيا والحزن الآني على تركيا. لأن خبرين، واحد سيء وواحد جيد. نبلش بالجيد، وهو الحمد لله اقتربنا من الحدود التركية السورية على جرابلس إن شاء الله، أو على معبر الهوى، نشوف شو الله يسر. ظل بس 1000 كيلو بس. الخبر السيء وهو توافد الأخبار أنه ممنوع الغراض الكهربائية يلي ظلوا معي من تركيا يفوتن سوريا. هل هالشي صحيح مو صحيح ما بعرف، لنشوف نكتشف الأخبار هاي. إن شاء الله ما يكون صحيح، لأنه يشلحون الأغراض نصل على سوريا بلوشي. يلا نشوف شو بعد سواقة 4-5 ساعات. الحمد لله رب العالمين. لازم الاستراحة الأولى تكون. الشغل الحلو بتركيا إنه استراحاتهم هنا حسها فنادق، يعني شيء جمال رائع. ما في أوروبا كلها هيك استراحات. تعال شوفهم، يعني باستراحة واحدة جميع أنواع اللحوم، جميع أنواع اللحوم، جميع أنواع الشوربات، إضافة إلى السلطة وإلى قليل من الحلويات. لا غنى عن المكان. المكان هو عبارة عن استراحة. ما شاء الله تبارك الله. إضافة إلى على طول أي استراحة توقف في عبارة عن مسجد. هذا الشيء مو موجود بكل مكان. شغلة واحدة هي ما اشتقنا لها خالص، وإن شاء الله ما نرجع نقولها. من دخلنا حدود تركيا ما عاد نسأل هل هذا اللحم حلال ولا لا، لأنه بأوروبا كل أوروبا قبل ما ناكل لازم نسأل هل هذا حلال ولا مو حلال، لأنه ما نقدر ناكل كل شيء. تركيا تفوت تسأل وتاكل أي نوع لحم بدك. فالحمد لله على هاي النعمة يلي عندكم. مرة مر طعم الدنيا دايم مر. نضحك ساعة نبكي يوم، يا خوف إن العمر يمر. يا الأصحاب من بقى ما غاب. يا الأصحاب من بقى ما غاب. ارحلوا بسكات لا عذر واسباب، بس دوم نقول كل هم يزول. الأمل بالله والدعاء مقبول. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هي آخر تعباية تركيا، الحدود السورية. هاي منورة بيضة ما مبينة. توكلنا الله. هاي الحدود وهاي تركيا.
تركيا حمراء وسوريا بيضاء. السوريين متعودين يشغلون البوابير. فإن شاء الله لحظات قليلة نصير على المعبر لحد الساعة 2. ما أعرف إذا يدخلونا ما يدخلونا، ما أعرف. نروح ونجرب. ما دخلونا نستنى للفجر. هاي الحدود التركية. للأسف المعبر ما يفتح للساعة 7:30 8. ايه يعني ما أعرف. الحمد لله على كل حال. نشوف شو الله ييسر. بدنا نلاقي لنا شي مكان هنا نحط راسنا وننام، وبعدها نشوف شو الله ييسر. عندنا الحدود. هاي الحدود التركية. أنا جيت الساعة 2 بالليل. للأسف يفتحون الصبح، فنحاول بقدر الإمكان إنه تجون الساعة 7 8 الصبح. هي أهم شغلة. إذا جيتم بالليل أنا يا ريتني نايم بقاضي عنتاب أو بكلس، بس ما في مشكلة. لقيت هلا هنا في مكان تسأله إذا فيك تحط سيارتك. أنت فيك تحط سيارتك هنا. إذا جيت بكير في مصف سيارات ياخذ على كم ساعة 50 أورو. تصف السيارات هنا، تصف السيارات هنا، تصف سيارتك وتنام لبين ما الله ييسر وتفوت. وهاي حطينا الفرشة. المخدة صايرة يجي. يلا عادي. السيارة والله لا تشكي، ما تشكي من شي، حتى جدك فيك تمدن. وتوكل على الله. تصبحون على خير. وهاي أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا نومة للساعة 3 للساعة 8 تقريبا الصبح. نمشي نشوف. عندكم الصنديدة هين. نمشي نشوف ايش صار. يفتحون ما يفتحون، حتى انجليزي ما يحجون لك. ليش معبر هذا؟ الصربيين الماني يحجون. اللحظة المنتظرة. هذا لا يوصف كيف يشرح هذا. نعم يا سادة، لم يعد الغياب ممكنا. ظننت أن غيابك سيطول أكثر. اعذر قصر نظري. لا يمكن أن أصف لكم ما أشعر به. الكل يتنفس في هذه الأيام. الكل يتنفس في المكان الذي يحبه. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى من دهن. الحمد لله بعد آلاف الكيلومترات والليالي التي سهرناها والأيام التي سغنا بها، الحمد لله رب العالمين نصل إلى وجهتنا وهي نهاية المطاف. الحمد لله سوريا. الدخول إلى الحدود السورية كانت جدا جدا سهل وسلس ورائع. المعاملة تفوق الخيال ما شاء الله. عمار يا سوريا. الخروج من الحدود التركية كان أيضا سهل. والآن متجهين بمشيئة الله إلى منبج إن شاء الله. أما بالنسبة للقراضة اللي معاي الكهربائيات، الحمد لله رب العالمين ما صار تضييق كثير. طبعا تركيا أخذت قسمها، ولكن الحمد لله رب العالمين تم الدخول من دون تفتيش سريع بسيط. يعني متعاونين معاك لآخر حد ويضحكون بوجهك ما شاء الله. معبر باب السلامة
من الحدود التركية. الحمد لله رب العالمين، متجهين الآن بمشيئة الله إلى قلب سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وشكرا. شكرا. تعود إلى المكان الذي أتيت منه، خلاص انتهى مشوارك، انتهى حضورك، وانتهى